تعالوا نجهزه مع بعض النهارده غدا حلو كده وبسيط كلنا بنحبه. واقولك ازاي تعملي فاصوليا جميله وتطلع معاكي حلوه وريحتها تقلب معاكي البيت كلاته. كل اللي يدوقها هيتعجبه جدا ويشكر فيها المره دي. تعالوا مع بعض نجهزه فاصوليا ونعمل نسلق نص فرخه كده وشويه رز كده ايه زي العسل. يلا بينا نبدا. اول حاجه تكوني سلقه الفاصوليا قبلها بليله بالليل كده تسلقي الفاصوليا بتاخد وقت طويل قوي في النقع تنقعيها تنقعي الفاصوليا من قبلها بيوم، وتاني يوم تغسليها كويس جدا وتحطي لها ميه نضيفه بقى وتولعي على البوتاجاز تتسلق. واول ما تطلع معاكي ريم كده هتشيليه كده على طول بالمعلقه كده، تحاولي تشيليه كده بالمعلقه وايدك في الفاصوليا على طول عشان تطلع معاكي كلها مستويه. عشان في ناس دايما بيشتكوا في الفاصوليا بالاخص لما بييجوا يسلقوها. لا يعني في العموم لما يجي يطبخوها كده بتطلع معاهم حبايه حبايه مستويه وحبايه لسه ايه ما استوتش ناشفه شويه. فده السر بقى انك ايدك في استمرار وهي بتتسلق، ما تسيبهاش كده على البوتاجاز، لا كل شويه اديها تقليبه كده. عشان ايه كلها تاخد كلها نفس السلق. هنا تعالوا نطبخوا الفراخ. هحط كده معلقه مكعب زبده كده صغير خالص، وانزل عليه كده بالفراخ بتاعتنا بعد ما غسلناها وصفيناها كويس جدا. انزل عليها كده ايه واحط عليها ايه رشه من الفلفل الاسمر على كل جهه. لما اجي اقلبها احط لها رشه فلفل اسمر تتحمر معاها تاخد اللون كده. دي نص فرخه، وكان عندي كده حتتين من العظم كده بتوع صدر كده كنت انا خليهم عاملاهم بانيه. فحطيتهم برضو ايه قلت احطهم في الشوربه يعني وكده. فهشوحهم كده اول ما احس ان هي اتحمرت معايا من الجهتين هنزل عليها بقى ببصلايه وطماطمايه كده متقطعين وورق لوري، اشوحهم كده مع بعض شويه. وايديا برضو زي ما انا بقول لكم ايدي في الايه في الفاصوليا بقلبها كل شويه. وبعد كده هانزل عليهم بقى بمَيّة عادية جدًا على الفراخ، بمَيّة عادية جدًا من الحنفية، وانزل بقى بملح ورشة من السبع بهارات وكمون وفلفل أسمر. لأ الفلفل الأسمر إحنا حطيناه في الأول، أحط شوية بابريكا وادّيهم تقليبة كده وأهدّي عليهم النار واسيبها إيه تتسلق مع نفسها الفراخ كده. إحنا مش مستعجلين عليه، عشان إيه لمّا تسلقيها على نار هادية طبعًا بيطلع معاكِ الأكل حلو، بيطلع معاكِ الفراخ كويسة ما فيهاش أي دم، مضبوطة معاكِ. هنا الفاصوليا بتاعتنا إيه استلقت معانا وبقت كويسة، والفراخ بتاعتنا برضه أهي استوت واخدة شُفتِ لون شوربتها جميل وحلو إزاي. في ناس بيحبوا الشوربة بتاعة الفراخ واللحمة تكون شوربة بيضة، مبيحبوش يحطوا فيها طماطم. لو أنتِ منهم ما تحطيش طماطم، استكفي بالبصل بس أنا باحبها تكون حمرا كده وحلوة. يالّا بقى نطبخوا الفاصوليا. أنزل كده بمعلقة من الزيت عليهم معلقة من السمنة، وأنزل بحتة ليا. حتة الليا دي بقى اللي هتديكِ الفاصوليا في حتة تانية خالص وتديها طعم وريحة جنان. أول كده ما يسخنوا معانا السمنة والزيت هانزل عليهم بمكعب من البصل أو بصلاية صغيرة تكوني انتِ فرماها أو مقطعاها مكعبات صغيرة، وتكوني ضاربة الطماطم بتاعتك كده ومصفية. أول ما البصل معاكِ يدبل كده وتنزلي عليهم بورق لوري، تنزلي بقى بالطماطم المتصفية وتحطي لها معلقة من السكر، معلقة من تحطي الملح بتاعِك تضبطيه، تحطي بابريكا، رشة من السبع بهارات والفلفل الأسمر وتسيبيها بقى تتسبك مع نفسها. نصيحة مني ما تقلبيش الصلصة لحد ما تتسبك، عشان لما تقلبيها وهي لسه يعني وهي لسه على النار بتتسبك بتطرطش كده وتبهدل لك البوتاجاز كده وتبهدل الدنيا. سيبيها لما تسبك خالص ونبقى تديها تقليبه. انا كنت مزوده كميه الصلصه، بحب لما اعمل صلصه ازود الكميه واخد منها ايه شويه كده على جنب. يبقوا ايه عندي كده اعمل مكرونه ولا حاجه احط عليهم معلقتين من الصلصه الجاهزه وتبقى كده ايه عملت صلصه المكرونه. المهم هنشوح كده الفاصوليا في الصلصه كده واسيبها كده دقيقه كده ولا دقيقتين تتطعم كده الفاصوليا من طعم الصلصه. وبعد كده اقوم نازله عليها بكبشه او كبشتين من الشوربه اللي احنا عاملينها واحطها بقى واسيبها ايه تتسوى مع نفسها. كانت استوت معانا هنا الفاصوليا هنعلي على شويه رز. هنا إيه أنا كان عندي آخر شوية لبن كده غسلت الرز كويس وحطيتهم في نفس الحلة اللي كانت فيها اللبن. أكملها مَيّة وأحط الملح وأعلّي عليها بوتاجاز من غير أي مادة دهنية، من غير سمنة أو زيت أو أي حاجة. وأول ما يستوي معانا الرز أهدّي عليه يتلدّن ويبقى كده جاهز معانا الرز. يالّا بينا نقدّم الأكل. شايفين الفاصوليا ما شاء الله جميلة وحلوة وريحتها قالبة الدنيا، والحبّاية بتاعتها حلوة سليمة مش مهرية ولا مكسورة ولا كده. و ولون صلصتها حلو كده. نسيت اقول لكم انا حاطه في الصلصه بتاعتها بنجر، منها يدي اللون حلو للصلصه ومنها نزود القيمه الغذائيه بتاعه الصلصه. دايما حاولي تدخلي البنجر في اي اكل عندك. والفراخ بتاعتنا انا مش هحمرها، انا هستكفى بشويه بالتشويح اللي انا شوحته اللي هو التحمير اتحمرته في الاول. وهاكلها كده زي ما هي. وكده يكون الاكل جاهز معانا بالف هنا على قلبكم. اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.